مشاهدينا ومشاهدي قناه المصريه في كل مكان، اهلا بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده وبرنامجكم بلاتو. النهارده حوارنا مع النجمه الجميله لقاء الخميسي، اتكلمنا معاها عن مسلسل الركين ومسلسل العقرب. تعالوا مع بعض نشوف حوارنا مع النجمه الجميله لقاء الخميسي على شاشه المصريه وبرنامج بلاتو. خليكم معنا. We are now in Brooklyn. انا بتصور تجربه ضيفتنا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو النجمة المتألقة الجميلة لقاء الخميسي. أهلا بيكي معانا على شاشة المصرية وبرنامج بلاتو، دايما منورة من خلال أعمالك الجميلة، ومبروك مسلسل الركين. ميرسي على ذوقك، ومبسوطة قوي ان انا معاك النهاردة وبسلم على كل الجمهور اللي في كل اماكن الدنيا كلها. ربنا يخليكي. ويمكن ما شاء الله متألقة لقاء دايما من خلال أعمالها، ودايما يعني أنا كنت متابعها رمضان اللي فات. الحقيقة أنا كنت عايز أقول لك الكلمتين دول أول ما أشوفك. فعلا ليكي بصمة جميلة، علمتي كده بخفة دمك من خلال تألقك، وكان مع مصطفى شعبان العام الماضي إن شاء الله. وإن شاء الله السنة دي برضو تثبتي نجاحك من خلال عمل جميل اسمه الركين. يمكن أول عمل إنتاج حكومي درامي يتباع قبل وهو لسه بيتصور ويجيب ثمنه يعني او حقه. الحمد لله. اتحسد بقى. أيوة، ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله يعني. طبعا الاول زي ما بيقولوا بتوع الكوره توفيق من عند ربنا اكيد دفنت يعني. وبعدين في معانا مجموعه كبيره جدا، معانا استاذ جمال عبد الحميد طبعا على قائمه المجموعه، هو المؤلف والمخرج، ومعانا كاست كبير وجميل، محمود عبد المغني، ايمان العاصي، احمد خليل، انجي شرف، مش عايزه انسى حد يعني، احمد وفيق، مدام نهال عنبر، مجموعه كبيره جدا يعني. عارف تفتح نفسك على الشغل كده. وتوليفه المسلسل، التوليفه اللي هي بتقدم لك كل الكاركترز اللي موجوده في الشارع المصري، ودي الحكايه الجميله في الموضوع. Action! جميل. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ الظاهر ان قدرنا واحد.
كنت طالعه غيوره السنه اللي فاتت، السنه دي عامله ايه بقى يعني؟ السنه اللي فاتت كانت لوكال الحقيقه. المقالب بقى وجو. لا السنه دي لا طعم مختلف. بنوته بسيطه ليها احلام ليها طموح، وفي نفس الوقت الدنيا قهرتها نتيجه قله الفلوس، ما فيش فرصه تعليم. عارف لما حد يبقى موجوع من كتر ما هو شايل على ظهره احمال وكده، تركيبه كده جديده عليا وانا حباها قوي وانسانيه قوي يعني عارف. سميحه السنه اللي فاتت، السنه دي اسمها سميحه برضه. سميحه نمبر 2. لا كانت جامده كده وكاركتر، وفي نفس الوقت دمها خفيف وكده. سميحه دي لا مختلفه، غلبانه كده ومنكسره وليها ظروف شخصيه مختلفه يعني. عامله ايه يعني طبيعه المشاهد ما بينك وما بين محمود عبد المغني، وانا عارف ان انتوا اصلا صحاب وفي كيمياء برضو ما بينكم، فكلميني عن يعني الكيمياء داخل مسلسل الركين عامله ازاي، طبعا مع المخرج الكبير كمان جمال عبد الحميد، بس فصصها لي كده. استاذ جمال احنا اتعاملنا مع بعض قبل كده السنه اللي فاتت في شمس الانصاري، ومن زمان من 6-7 سنين، فدي مش اول مره يعني، وتقريبا انا فاهمه دماغه يعني، فمش جديد التعامل معاه وتجارب مختلفه يعني. الحمد لله ربنا وفقنا فيها يا رب السنه دي ان شاء الله. محمود احنا اول مره نشتغل مع بعض، بس احنا زمايل من ايام المعهد. هو دمه خفيف كده وتحس انه من طين الارض، مصري كده عارف. يعني لذيذ، واحنا ما فيش بينا مشاهد كتير، بس المشاهد اللي موجوده بينا فيها برضو سنس كده عارف. انا بحب الشغل بالعينين اكتر، وهو عينيه حساسه قوي، فانا مستمتعه وانا بشتغل معاه، وطالعين متربين في حاره واحده واصحاب واخوات، فلطيفه عارف بتحسها يعني، العلاقه اللي بينهم بيور كده. اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفه. يا ده المعروف هو تحرق الفيلم. استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية في بلاتو. استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية، واحنا كلنا بنحبه. طبيعه شغلك مع مين بقى داخل المسلسل؟ محمود، احمد وفيق طلع اخويا، وهو ازمه حياتها يعني. الازمه دي متوقفه على الاخ ده. في انجي شرف صاحبتها الانتيم، حازم سمير الراجل اللي بتحبه، يعني مش عايزه انسى حد. احمد حبشي برضو الممثل اللي بيمثل قدامها دمه خفيف سكر، اصلا كوميديان لطيف جدا. يعني مش يعني مجموعه كبيره يعني. لقاء انت من نجوم الشباب، يعني شايفه ان الشباب او الفنانين الشباب دلوقتي ابتدوا ياخدوا حقهم عن فترات زمان كان دايما نشوف النجوم اللي احنا عارفينهم ما بيدوش فرصه لحد، ما بنشوفش مثلا عمل بطوله مجموعه من الشباب تألقوا ونجحوا وسابوا بصمه، وكمان المشاهد بقى مرتبط بيهم ان هو حابب انه يشوفهم، يشوف طريقتهم، يشوف المره دي لقاء هتعمل ايه، هتتكلم ازاي، اسلوبها، طريقتها، الكلام ده كله. هو شويه اخر 2-3 دول شفنا فعلا المسلسلات اللي بتجمع كذا بطل يعني. فكره النجم الاوحد او اللي هو اللي بيمثل من الجلده للجلده دي خلاص بطلت. الناس ابتدت تزهق، الناس ابتدت تشوف تركي، والتركي هتبص تلاقي مسلسلات طويله قوي وفيها كاركترز كتير وابطال كتير واحداث، وفي ناس بتحب ده وفي ناس بتحب دي وفي ناس. فاحنا برضو زي ما تقولوا اتاثروا شويه، فابتدوا يقبلوا فكره ان يبقى في عندك كذا
نجم وكذا نجمه في العمل من اعمار مختلفه. كان في تجارب كتير قوي نجحت، طرف ثالث، رقم مجهول، المواطن اكس. فالحمد لله في اعمال شجعت الناس ان هم يعتمدوا على الشباب في ان هم يقدموا اعمال جديده وعارف يعني روح جديده. وبعدين يعني احنا يعني المستقبل للشباب، يعني فاهم، برضو بتشوف احلام الناس، افكار الشباب ايه، طموحاتهم، يعني احنا محتاجين للدفعه دي، انت فاهم الفكره. فالحمد لله ان احنا ابتدينا نغير شويه. انتظروني على شاشة المصرية في بلاتو. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو. استنوني على الفضائية المصرية. استنوني على المصرية برنامج بلاتو. نيكول صابر. استنوني على الفضائية المصرية وبرنامج بلاتو. يوسف. استنوني على الفضائية المصرية في برنامج بلاتو. جمال سليمان. شايفه الركين انا عايز اقول ان لقاء يا جماعه الركين بقى عامله شغل فيه جامد قوي. انتظروا لقاء الخميس في رمضان من خلال مسلسل الركين. شايفه الركين برضو يعني قريب يعني موضوع قريب من المواطن او من المتفرج شويه. احنا بنشوف كذا كاركتر من طبقات مختلفة يعني، بس هو مينلي الشارع المصري، الجو الشعبي، الناس بتمله قوي. انا شخصيا بمله يعني. انا دلوقتي حتى بقيت اسمع مزيكا شعبي وكده، فاهم؟ يعني مطربينك المفضلين لو سمحت؟ سلطان. انا بحبها قوي، بحبها قوي قوي قوي. بحب بوسي، عامله شغل جامد. جميله صوتها حلو قوي. ارتبطوا بيها، كنت في تونس ولقيتهم يعني حابينها جدا وتعرفت يعني ما شاء الله يعني. لا هي صوتها يجنن، هي وعندها كاريزما كده. هنقلب بقى شعبي خالص كده شويه. توك توك جاي معانا المره. فهي يمكن علشان احنا بنتكلم عن الشارع المصري بكل ما انا بقول لك، بكل النماذج بقى من فوق لتحت، فدي برضو حاجه بتبقى قريبه من الناس قوي. ان انت بتشوف يعني عندنا شخصيه مهمه قوي، نسيت اقول، جيهان سلام عامله دور رهيب في المسلسل. طالعه خدامه وبتخطط عايزه تتجوز المحامي، يعني كاركتر قوي جدا يعني. برضو دي جديده يعني. في عندنا شخصيات في المسلسل جديده اول مره تتقدم في الدراما من فتره كبيره يعني، نسيوها شويه فاهم، بس استاذ جمال منورها، فحاسه انها هتبقى قريبه من الناس يعني. اسمه الكريم. انت واخد السنه من اولها على الحمل كده ليه؟ المصريه دي بيتي، ده ولد. جديد معاكي ايه بقى اللي انت بتستعدي له بجانب مسلسل الركين، او بتصوري حاجه تانية جنبها؟ بصور العقرب، بطولة منذر ريحنا، ريم البارودي، استاذ جمال عبد الناصر، استاذ محمد لطفي من فضالي، واخراج استاذ نادر جلال. وان شاء الله هيبقى برضو مسلسل من المسلسلات المهمة في رمضان باذن الله ان شاء الله. دور مختلف برضو، نادر جلال حبيبنا، وانا عارف انتوا بتصوروا في الحطابة، انت خلاص هنقلب شعبي بقى. لا هو طبعا الدور مختلف تماما يعني. دي سكة ودي سكة تانية، اسمها غرام وبتغني
شخصيه مختلفه عن سميحه نهائيا يعني، بس حلوه قوي حلوه قوي. بتميلي للادوار الكوميديه يعني اكتر الادوار اللي انت بتميلي لها ايه؟ انا بحس ان الكوميديا معاكي يعني لعلمك احلى، وكل الادوار الحقيقه ليها كل حاجه ليها لون، بس انت يعني كنت في الكوميديا عاليه قوي بصراحه يعني. الحمد لله. بص هو طبعا هي صعبه جدا، راجل وست ستات كانت حاجه من او زي ما تقول كده منطقه مهمه جدا في حياتي، ومن اهم الخطوات حياتي اللي عملت لي قاعده كبيره جدا من جمهور من كل الاعمار بقى، اطفال وكبار وكل حاجه الحمد لله. بس كنت عايزه اخرج بقى من فكره الكوميدي شويه لحاجات بجد يعني. انا ما بعتبرش سميحه السنه اللي فاتت كانت كوميديانه يعني، كانت هي بني ادمه لحم ودم، ممكن يبقى دمها خفيف ساعات، ممكن تبقى شريره ساعات، ممكن عارف، بس هي يعني هي خفيفه يعني فاهم. السنه دي لا، السنه دي انا ما بتقليش ان في شغل فيه كوميدي خالص، لا خالص. تغيير مهم. رغم ان انا حبيت السكه الشعبي اللوكل قوي بتاعت السنه اللي فاتت، كان نفسي اعملها السنه دي، بس حسيت برضو انه لا يعني انا السنه اللي فاتت عملت حاجه كويسه قوي الحمد لله، الناس عجبتها. هحاول اغير اقدم برضو شعبي بس بشكل مختلف اهدى شويه. المشهد بقى اللي انت هتغيري له وتلبسي بقى لبس الشخصيه، احنا مش شايفينها بلبس الشخصيه، مش عايزه تورينا الشخصيه برضه، بس في اللي فات الشخصيه اللي جايه اقوى شويه. لا ده بيتكلم عن ايه بقى؟ لا ده ما ينفعش احرقه خالص، او ده بالذات بقى دي الحلقات الاولى. ده الحلقه الاولى، ودي الصدمه بقى هتغير المسار الاتجاه. لا ده مشهد مهم قوي، يا رب نعرف نعمله كويس ان شاء الله، ويا رب يعني يا رب على قد تعبنا ربنا يدينا والناس يعجبها يعني. كل التعب ده بيبقى نفسنا الجمهور يحب الحاجه، واحنا فعلا بنشتغل عشان الناس تنبسط يعني. اخبار السينما بقى فين؟ لقاء الخميسي من السينما وانت عملتي اعمال كتيره مهمه جميله يعني انت لما بتتلخمي في الدراما فما تبقيش قادره تبقي على قد ما بتبقى نفسك تعمل سينما، على قد ما بتحس ان انت لازم تستنى دور مهم يعني. انا بشوف ان اكتر الادوار اللي بتجيني في الدراما حاسه انها قريبه مني اكتر من الادوار اللي اتعرضت عليا في السينما يعني. مش فكره ان انا امثل سينما وخلاص، لا، فكره ان انا اخرج وانا كسبانه جمهور فاهمني. فالحمد لله طالما انا قادره اعمل ده في مع جمهور التلفزيون، وهم جمهور السينما، عشان احنا مش عارفه ليه عندنا خلط انه ده غير ده، لا احنا نفسنا ده درجه اولى يا جماعه، ده درجه ثانيه. لا على قد ما انا مستنيه تيجي فرصه قويه علشان الناس تنزل تتفرج عليا في السينما عارف، فان شاء الله خطوه بخطوه كده ربنا يسهل. شايفه من وجهه نظرك يعني خلاص احنا بنخلص يعني، الفن شايف بكره ازاي، وبكره شايف الفن ازاي بنظره شبابيه؟ سؤال صعب قوي في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي. لا طبعا في ظل الظروف الراهنه اللي من كل الانواع، في ناس كتير قوي محبطه، بس انا عندي امل فظيع، لانه مصر الحضاره مش هتروح. مصر الحضاره هي الفن، هي الفن اللي هو التمثيل، التاليف، المزيكا، الباليه، كل حاجه ليها علاقه بالفن، الثقافه، الكتابه. فاحنا مش هنروح، ده بالعكس، ده احنا اللي ابتدينا، فعمرنا ما هننتهي، ومفيش حاجه اسمها هنبطل، في حاجه اسمها هنفضل ندي لحد اخر قطره في دمنا زي ما بيقول. فحاسه ان المستقبل لينا ان شاء الله، بس احنا بنمر بظروف فعلا صعبه سواء اقتصاديه او سياسيه. احنا مضغوطين يعني. انا بقول للناس احنا بجد السنه دي بنشتغل تحت ضغط غير طبيعي، وظروف اقتصاديه
غير طبيعيه، وكلنا جايين على نفسنا علشان نعرف نوصل لبر الامان، نعدي السنه دي بس. وبنتعب ويمكن الظروف الماديه اصلا مش مساعده اي حد السنه دي، وناس زمايلنا كتير متاذيين، وفي ناس كتير اصلا السنه دي ما اشتغلتش نتيجه الظروف الاقتصاديه دي. بس بنقول ان احنا هنكمل وهنحاول لحد ما هنقف على رجلينا ونرجع الفن زي ما كان تاني. يمكن بنمر بحاله كده اللي هي هتبص تلاقي مثلا افلام المقاولات ظهرت وبتاع نتيجه انه قله الماديات والتخبط، بس انا شايفه انه بعد كل منحدر قومه قويه جدا. فانا حاسه ان احنا تعبنا مش هيروح حضر باذن الله. انا بتكلم حتى عن السياسه، الثوره مش هتضيع يعني، فاهمني؟ طب الفن هيتغير؟ طبعا، ما هو انت المرايه بتاعه المجتمع. الدنيا بيقوم الفن، الدنيا ما بتقومش من غير فنون وثقافه. طبعا فاي حد بيحارب الفن في مصر ينسى. استحاله يعني. ما فيش حاجه اسمها ما فيش مزيكا، ما فيش حاجه اسمها ما فيش رقص باليه، ما فيش حاجه اسمها ما فيش تمثيل، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش وما حدش هيقبل كده. احنا اصلا شعب فنان يعني. انت بتبقى قاعد زمان، والدي كان بيقعد هو وامي بيفتحوا راديو اسمه ام كلثوم، كانوا بيتفرجوا على الرقص الشرقي طول عمرنا بنتفرج على الرقص الشرقي. يعني مش جديد على البنت المصريه انها ترقص، طب ما كل بنات الدنيا بترقص في الافراح مثلا. يعني اقصد اقول ان انت بتغير شعب بقاله كام سنه عايش بالمنطق ده، يعني صعب قوي. فاهم الفكره؟ طبعا لا، صعب واللي بيحاول ييأس. هو ده الكلام. هو ده. بجد والله نورتينا، واحنا نفسنا تبقي معانا في يوم مع نجم، يعني ناخدك بقى دعم السياحه كده، ناخد لانش وتشوفوا بقى لقاء الخميس وهي بتسوق بقى اللانش جوه النيل. برضه ندعم السياحه فعلا، لان احنا من اجمل بلاد العالم واجمل البحور اللي شفتها والتحت الميه السنوركلينج والدايفنج والسمك احنا فعلا جونا مش طبيعي يعني. خساره كل لحظه بنضيعها ما بنجيبش فيها السياح في مصر. مصر تستاهل كتير جدا. في اماكن في النيل اكتشفناها، يمكن نزلت انا وطلعت زكريا. دايفنج؟ لا مش بنعوم، لا خدنا لانش ومشينا لفينا، رحنا جزيره الدهب. قال لي يا سلام بقى لو لقينا سماحي دهب هنا دلوقتي الامور هتتغير. فشفنا اماكن جميله جدا والله. لقاء لو ممكن نكتشف مع بعض حاجات، ولما تفضي ان شاء الله تبقي معانا وتنورينا في يوم مع نجم، نعمل حلقه لطيفه. نعمل دايفنج بقى عشان بحب الدايفنج قوي، انزل تحت المايه. في معانا شرم الشيخ. حاسه ان احنا اتضحك علينا، خدنا اللي بره وسيبنا اللي تحت. اللي تحت مهم قوي على فكره. خلاص اتفقنا. اوكي خلاص، ميرسي جدا جدا. انا مبسوط ان كنتي معانا يعني في بلاتو، دايما تبقي معانا ودايما منوره الفضائيه المصريه، وانت من النجوم الكبار الجمال، وربنا يوفقك دايما ومزيد من النجاح والتألق. وعايز اقول ان كل الناس في اللوكيشن بيحبوا اللقاء الخميسي بشكل كبير، وبتقف معاهم وهي اللي بتجيب لهم حقهم. ويمكن ده مهم جدا ان الفنان يكون انسان قبل ما يكون نجم. ومن اهم سمات النجاح التواضع، وهي متواضعه جدا وجدعه جدا وطيبه جدا، وربنا يوفقك دايما. وبس كلمه اخيره تحب تقوليها لكل مشاهدين شاشه المصريه وبرنامج بلاتو عن اي حاجه انت حابه انك تضيفيها، الركين، العقرب، اي حاجه انت حابه تقوليها، تفتحي قلبك كده تقولي للمشاهد زي ما انت عايزه. بقول كل سنه وانتم طيبين، ودايما ايامكم سعيده، ودايما في سلام وامان، ويا رب كل الدول العربيه تبقى في امان، ونخرج من عنق الزجاجه، وان شاء الله هيحصل باذن الله. خلي عندنا امل ان شاء الله في ربنا، وعايزين طاقه ايجابيه طول الوقت. كان في حاجة يعني قبل ما انهي مع حضرتك، نفضل نقول بقى في حاجة. لا طب تعالى بقى نكمل معاهم. كل سنة وانتم طيبين مشاهدي الفضائية المصرية وبلاتو، محمد سماحي وكل اللي موجودين، واللي يصور، اللي قاعد عمال يبص لي حاجات غريبة. بشكركم على الزيارة الجميلة دي. عارف مذيع بطل برضه، خلي بالك الدور الجاي هتلاقيه حلقة أقرع. اصحى بقى وبلاش تصدق. ايوه. لا 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 لا.
مننا فيه. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو مع محمد سماح. مشاهدينا وكده بتكون خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا من خلال النجمة الجميلة لقاء الخميسي اللي نورتنا في برنامج بلاتو أول مرة، وإن شاء الله دايما تبقى منورانا. للأسف وقت حلقتنا خلص مع حضراتكم، لكن نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة وبرنامجكم بلاتو.